عسلامة عسلامة، مرحبا بكم الناس كل. ان شاء الله تكونوا في خير ونعمة وتكون ايامكم زينة. اليوم باش نعملوا مع بعضنا كالعادة تحلية بنينة 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 حسيلو، تحلية سهلة وبنينة وفي متناول الناس الكل وفي نفس الوقت اقتصادية وفي 10 دقائق تحضر. والبنة ما نحكي لكم مش حاجة بنينة بنينة على الاخر. اليوم التحلية متاعنا مكوناتها بساط كيما العادة، سنسكم ديما نعمل لكم تحليات سهلين ابنين في ساعة حضروا. وما نحكي لكمش على البنة حاسيلو تحلية تذوب في الفم. اليوم التحلية متاعنا القوم متاعها شوكولا بنان، حاجة بنينة 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 على الاخر. صدقوني كان جربوها ما تندموش، وبقدرة ربي تعجبكم وتبقاو ديما تعملوها. ما تنساونيش تحطوا لي رايكم في لي كومنتير وتدعموا لي قناتي باش ديما نقدم ونعمل لكم حاجات بنين وسهلين. وتوا تبعوا معايا الفيديو للاخر باش تشوفوا الوصفة البنينة اللي حكيت لكم عليها اللي قاعدين تراو فيها وخزروا لها تذوب في الفم. وتوا باش نتعداو مع بعضنا نحضروا الكريم الباز متاع التحليه متاعنا المتكونه من حاجات بساط على الاخر. كيما قلت لكم من الاول عندنا 4 كعبات كريم ديسير وشوكولا نوع ناتيلي، هذيك تنجموا تعملوا دانيت، تنجموا تعملوا ماركة فيتالي، المهم تكون الجو شوكولا. وعندي 3 ساشيات كريم شانتيه، وعندي مغرفه كاكاو سون سكر. اول حاجه باش نعملوها باش نحطوا 4 كعبات كريم ديسير جو شوكولا في البول، ومن بعد نصبوا عليهم الكريم شانتيه ومغرفة الكاكاو ونركزوهم حتى تطلع معنا الكريم شانتيه وتولي عنا كريم بنينة على الاخر. كيما قلت لكم سهلة ماهلة. الكريم هذه 3-4 دقائق نحضروها. نفرغوا كعبات الياغورت الكل في البول وهكاك نكونوا ونحطوا الكريم شانتيه وهكاك نبداو نركضوا فيه. او كنحاول ديما نعمل لكم حاجات ساهلين كيما قلت لكم وفي متناول الناس الكل ابنين. واحد كي راها المرسو التحليه اللي عملته هكا وريتوكم الاول عباره جاتو مش ري حاضر. والبنه قسما بالله اللي جربوا ما يندمش عليه. تصور انتوما شوكولا وبانان معناتها الحاجتين هذوما مع بعضهم يعطوا قوم احليها. والمكونات كيما قاعدين تراو الكريم تاعنا هذه من بعديك باش نزيدوها كعبتين بنان وزوز باكوات بسكويت شوكولا. نجموا تعملوا يعني الفاني ولا شوكولا كيما تحبوا نتوما، اما بالطبيعه نحسها بالشوكولا تجي ابل. الكريم تاعنا اغزروا التكستور نتاعها محلاها تكون عاقده بالكدا هكاكا، راه ما نزيدوهاش حليب. ردوا بالكم كعبات الكريم ديسير الشوكولا اللي حاطيناهم ديجا يكفيو. اغزروا التكستور نتاعها محلاها وزروا الاكلقه اللي فيها الكريم شونتي محلاها، خاطر معناتها الكريم ديسير هذيك تخليها تكون هكاكا ما عملناهاش بالحليب. ومغرفه الكاكاو وزاد تبنن اكثر واكثر. توا باش نحطوا الكريم ديسير هذيك على جنب ونجبدوا البسكويت 2 باكوات وكعبتين البنان ونبداو نعملوا الدريساج متاعنا. خذيت المول هذاك هاوكا محلول، تنجموا تعملوا اي مول عندكم، راهو المول ماهوش مشكله حتى طبق بالله عادي. انا نحط هذيك باش من بعديك كي نحيه نجم نصورها ونعملها هكا فازات مزيانين باش تظهر اكثر في الفيديو وتعطي منظر مزيان وتعجبكم تحلى في عينكم. تو باش نقصوا كعبه البنانه دوكم الكعبتين هكا ترونشيت جويدين على الاخر، ما نعملوهمش خشين باش من بعديك ما يجوناش معناتها كي نحطوا البسكويت ما يبديوش هكا كعبه عواتيه وكعبه على الكل. نعملوهم بريسك كيف كيف، نعصر عليهم شطر كعبه قارص باش ما يتبدلش اللون نتاعهم ويكحل لنا البنان بالطبيعه. ونبداو نعملوا تبقى بسكويت تبقى كريم ومن بعد تبقى بنان ومن بعد كالعاده نعاودوا الحكايه من الاول وجديد. توا هذاك حليب بارد من الفريجيدير باش نغطس فيه كعبه البسكويت ونحطها غاديكا. المره اللي فاتت في التحليه الاخرى اللي عملتها زاده بالبسكويت هذايا بسكويت سايده، برشا ناس بعثوا لي ميساجات قالوا لي رانا ما لقيناهوش. انا ناخذ فيه من كارفور واخديته مره من ام جي، هاكا اللي بحذاها كارفور ولا ام جي تاخذ منه. انا عزيزه ما نعرفش الحق نتاع ربي ما شفتش فيها ولا لا، هو نتصور موجود في البلايص كلها. نحطو الطبقة الأولى بسكويت ومن بعدها الكريم متاعنا ومن بعد البنان. الكريم هذيك اللي قاعدين تراو فيها باش نحي منها شوية نخليهم نعمل بهم حكاية مغرفتين 3 مغارف متاع ماكلة، مش حاجة كبيرة اللي باش نحي باش نزين بهم من فوق التحلية متاعنا. باش نقص من بعديكا كعبات كبر الكعبة حكاية 4 على 10 سنتي، حكاية كيما كعبة الجاتون ناخدو فيها من لي باتسيغي الكبر هكاك.
ونتحبوا تعملوهم صغار معناتها 4 على 4 سنتي أو 4 على 5 سنتي كيما الجاتو سواغي، ولا 3 على 3 اعملوهم. ديجا هي بالشوكولا معناتها كل واحد ماذا بيه مرسو صغير باش ينجم يكملوا الكل. هنا باش نقصهم كيما قلت لكم 4 على 10 سنتي ونوريهمكم تراوهم، وانتم تحبوا تعملوهم أقل اعملوه. كيف توا باش نسوي الكريم تاعنا، ماذا بينا ما نعملوش طبقه كبيره برشا، نعملوها معناتها دوبه معناتها منغطوا البسكويت وكهو، نحطوا ترونشات البنان هكا كسرت عليه القارص قعد لونه محسوب كيما هو. وتوا كالعاده نعاود بسكويت مره اخرى، ما ننساوش نغطسوا في الحليب، هذيك لازم باش من بعديك البسكويت تذوب ذوبان، تبدا معناتها عباره كعبه المرسوم معناتها التحليه نتاعنا، نجمو نقولوا لها كعبه جاتو، حسيلو هي في المنظر نتاعها عباره كعبه جاتو. تبدا كاين عليها جنواز، تظهر البسكويت يولي كاين عليه منظر جنواز، بالعمل ما هوش بسكويت سايده. كالعاده عملنا بسكويت، عملنا كريم شونتي، وتوا باش نحطوا البنان باش نعملوا مرتين بركه، مش باش نعملوا المره الثالثه. راه تحبوا تزيدوا تعملوا طبقه اخرى زيدوا، كل واحد كيفاش يحب. انا عملت مكعبتين، كعبه السما في الطبقه الاولى وكعبه في الطبقه هذي هكا، مش باش نزيد، باش نكمل كان بسكويت وكريم. لتوا الكريم دوبا تمسوها هكا تمشي معاكم، نحسها انا بالدانيت ولا معناتها كريم ديسير، المهم يكون شوكولا تكون محليها خير من اللي تبدا بالحليب، حتى القوم تاعها يتبدل 90 درجه معناتها. جربوها بالكراميل كيما اللي عملتها المره اللي فاتت، ولا بالشوكولا كيما المره هذه. هاكم حاجات نعملكم فيها مساهلين على الاخر، هاكا حتى البنات الصغار ينجموا يجربوها، الوصفه راهو ساهله على الاخر. ونجمو نعملوها زيدة متاع عيد ميلاد، نجمو نعملوها زيدة متاع راس عام، تبين كاين عليها خبزة جاتو، تراوها في الاخر عبارة خبزة جاتو، ما هيش معناتها تحلية متاع بسكويت. توا هذه بريسك الطبقة الاخرانية باش نستويها بالكدا. هاكم زوز باكوات بسكويت سايدة قاعدوا منهم 3 كعبات هذوك، وباش نخلي شويه الكريم شونتي كيما قلت لكم باش نزين به. هاكا سي توا حاضره، باش نغطيها بابي سيلوفان ونخليها 4 سوايع في الفريجيدير. هذه لا اله الا محمد رسول الله، الصوص الشوكولا اللي باش نزين بها من الفوق. عندنا 6 مغارف حليب بارد، عندنا مغرفه متاع ماكله زبده، عندي 2 توابع شوكولاته هذوكم يجيو حكايه 100 غرام ميزانهم، وعندي كعبه كريم ديسير كيما اللي حطيتها في الكريم شونتي باش نخليها نحطها في الشوكولا. وهذيك باكو كعبر الشوكولاته هذوكم باش نزين بهم من الفوق، زيد خديته من كارفور. نقصوهم هكاكا بالنسبه لتوابع الشوكولا هذوكم، واحده شوكولا ولي وواحده شوكولا نواغ كيما تحبوا نواغ كل، ويلا تعملوها اولي الكل. وفي الاخر بعد ما تيبنا تو باش نحطها على الغاز حكايه دقيقتين 3 دوبا تذوب الشوكولاته وهكا هاكا سي ذوبتها. اغزروا لها كيف تبدا سايله شويه ما تكونش عاقده، كي نحطوا لها الدانيت متاعنا تولي هكاكا عاقده بالكدا وتولي منظرها مزيان. اخزروا لها هذيك كيما قلت لكم من الاول، راهي هذيك اسمها كريم ديسير ناتيلي، هي بيدها الدانيت راهو كيف نحركوها بالكدا تشوفوا تكستور نتاع الكريم تاعنا كيفاش ولات محلاها. نجموا تقولوا صوص شوكولا ولا كريم شوكولا كيما تحبوا. هاكا التكستور نتاعها محلاها. طب باش نفرغها في صحفه ونخليها تبرد شويه حكايه 10 دقائق، ومن بعد نصبها على التحليه نتاعنا. وخزروا لها التكستور نتاعها بعد ما حطينا لها كريم ديسير نتاع الشوكولا ديكا، زاد ولات محلاها على الاخر. من بعد كي تبرد زيد تظهر اكثر، تزيد تعقد شويه معناتها يدوب. باش نخليها تبرد 10 دقائق هكاكا، ومن بعد نبدا نزين التحليه نتاعنا. تراوها كيفاش، اللهم صلي على النبي، حاجه ما تندموش عليها بالكل. وزربي معناتها في ساعه تحضر في 10 دقائق نقدوها ونخليها تبرد على راحتها في الفريجيدير. توا هاكا ساي بردت الجاتو نتاعنا 4 سوايع، جبدناها من الفريجيدير باش نصبوا عليها الشوكولا هذيكا ونقصوها ونزينوها وتشوفوا كيفاش ولات في الاخر. هاكا الشوكولا بريسك حاضره. اخزروا لها زيد عقدت شويه ولا تهبل. كما قلت لكم 6 مغارف حليب بارد، مغرفه متاع ماكله زبده، 2 توابع شوكولاته يجوا 100 غرام، نحطوا لهم نخليهم يذوبوا شويه على الغاز على نار واطيه مش قويه حكايه 3-4 دقائق لين تذوب توابع الشوكولاته. ومن بعد نجي نخرجوها نحطوا لها كعبه الكريم ديسير وشوكولا ولا دانيت كيما تحبوا،
ونحركوها شويه ونخلوها تبرد وبعد نصبوها على التحليه متاعنا، نستويوها شويه هكاكا ومن بعد باش نحي المول ونبدا نقص فيها. هاوكا سايي، خليوها كان لازم ترتاح كيت 5 دقائق في الفريجيدير، مش برشا 5 دقائق. تو باش نحاول نحي المول بشويه بشويه ونوريكم كيفاش ولات. نحاول نحلوها من الجناب بالسكينه هكاكا باش دوبا نحي المول تتنحالي نتوما كيما تحبوا تحطوا مول هكا ولا مدوره ولا في طبق عادي باللار وتقصوها ديريكت. تاني قلت لكم انا على خاطرني باش نصور هذاك علاش يلزمني نحط في مول كيما هكا، معناتها مش حاجه لازمه اي مول عندكم تحطوا فيه. باش نحيها ونوريه لكم كيفاش باش نقصها. كيما قلت لكم الكبر متاع كعبة الجاتو متاعنا باش تكون 10 سنتي على 5 سنتي، تحبوا تعملوها اقل تنجموا تعملوها. ديما الجناب نحلوهم بالكدا بالكدا ومن بعديكا نحيو المول متاعنا، نحيوهم مرة ومرتين. هاكا سايي نحيتهم، نحيت المول سايي وتوا باش نبداو نقصوها مع بعض. هاكا تروف البنان كيفاش ظاهرين من الجناب، ما نحكي لكمش على البنة اللي جات فيها بنينة 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 على الاخر. توا باش نقصها باش ناخذ قياس انا كما قلت لكم 10 على 5 سنتي، وتو نوريكم القياس نتاعهم كي قد باش يجيوني من كعب. وتنجموا تضاعفوا الكعبات، ريتوا من هوني قصيت 1 2 3 4 وفي الوسط عملت قياس كعبتين. هاكا باش نقسمها في الوسط هي 20، المول متاعنا 20 على 20، يعني تجيني كل كعبة 10. الطول متاعها والعرض حكاية 4 سنتي ونص بريسك هكاكا باش يجيني كعبات قد نجموا هنا معناتها انا باش يجيني 8 كعبات. انتوما تنجموا الكعبة هذه تقسموها على 2 تجي هكاكا معناتها باش اللي ياخذ مرسو يكملوا مش يخلي من كيما الجاتو سواري يجيكم هكا كيما كعبة الجاتو ناخذوها معناتها كعبة تشبع. هاوكا الطرف الكريم شونتي حطيتهم في البوش وباش نزين بهم هكاكا منظر مزيان ويشهيو اكثر. وتجينا كيما جاتو ناخذو فيه من لي باتسوري بريسك كيفو بالضبط، حاجه بنينه بنينه على الاخر وسهله على الاخر في متناول الناس الكل بقدره ربي. اللي جربها تعجبه وتكون له بنينه ويبقى ديما يعني يتبعني ويجرب وصفاتي. مش قلت لكم راهي تجي جاتو نتاع راس عام، اخزروا لاريتو تنجموا ما تقصوهاش وتعملوا لها الجناب نتاعها الكلهم بالطريقه هذه بالزينه هذيا نتاع الكريم شونتي بالبوش، ونحطوا لها كعابر الشوكولاته هذوكم تجيكم خبزه جاتو هايله. ولا تنجموا تعملوها مدوره زاده تجيكم مصلي على النبي. ريتو كيفاه اخزروا لها حاجه مش نورمال، منظر مزيان والبنه اللي جربها تو يذوق. قد ما نحكيكم انا على البنه نتاعها مش باش معناتها باش تفهموني كيما تجربوها، بقدره ربي اللي جربها ما يندمش عليها، حاجه بنينه 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 على الاخر. هاكم تروف البنان وخزروا لهم كيفاش ظاهرين محلاهم ريتوهم. وبالنسبه للقوم تاع الشوكولا والبنان مع بعضهم بنه عالميه. ريتو الطبقات نتاع الكريم والبسكويت تظهر كاين عليها جنواز، ريتوها اخزروا كي قرب هكا شويه الكاميرا تظهر بريسك كاين عليها جنواز. نقولوا احنا في لي باتسوري شو جنواز مرهفها يعملوها وهي ظلمتها بسكويت اخس. وتوا ما بقالي كان باش نقولكم ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم والوصفه عجبتكم. ما تنساوش تجربوها وتحطوا لي رايكم في لي كومنتير وتنشروا الفيديو متاعي لحبيبكم ولاصحابكم باش تعمل فايده على الناس الكل، وهكاك تكبر انا قناتي وانتم تستفيدوا من الوصفات متاعي. واخزروا اكل بنه اللي نحكي عليها من اول الفيديو كي يتقص المورسو هكا تظهر البنه متاعو والمنظر المزيان والسهوليه اللي نحكي لكم عليها. راهي وصفه سهله على الاخر، وصفاتها كيما قاعدين تراو بسكويت كريم شونتي وشويه شوكولا وعندنا كريم ديسير جو شوكولا، حاجات ساهلين على الاخر. كعيبتين بنان عملنا تحليه سريعه، تنجموا تقولوا عليها تحليه، تنجموا تقولوا خبزه جاتو، تنجموا تقولوا عليها كعبات جاتو مشريين من باتسوري. حاجه بنينه بنينه على الاخر وسهله على الاخر. وان شاء الله ما نكونش شولت عليكم، وباي باي بسلامه الناس كل، وان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفه جديده ان شاء الله. بسلامه.